عمرك سألت نفسك الكهرباء اللي في بيتك دي بتتوصل ازاي؟ يعني ازاي بتسافر مئات الكيلومترات من محطات توليد بعيدة هناك وتعدي جبال وأنهار لحد ما توصل للمكابس اللي عندك في البيت؟ الموضوع ده بيحصل بطريقة المهندسين بيسموها الطريق السريع للكهرباء، اللي هو خطوط نقل الكهرباء اللي خارجة من المحطة. في الأول المولدات بتنتج الكهرباء بجهد حوالي 11000 فولت، بس عشان الكهرباء تقدر تمشي لمسافات طويلة من غير ما يحصل فيها فقد كتير، المهندسين بيستخدموا محاولات بتزود الجهد ل 440000 أو حتى 765000 فولت. الكهرباء دي بتمشي في كابلات عملاقة معلقة على أبراج حديد ضخمة، ولما بتقرب من المدن بيبدأوا يقللوا الجهد تدريجيا لحد ما توصل للجهد اللي احنا بنستخدمه في بيوتنا 220 فولت. كل كابل من دول معمول من أسلاك ألمنيوم كتير ملفوفين حوالين قلب من الحديد. الألمنيوم بيوصل الكهرباء والحديد بيدي الكابل قوة ومتانة، ولما الرياح تبقى جامدة الكابلات دي ممكن تهتز كأنها أوتار جيتار. عشان كده المهندسين بيحطوا على الأبراج أدوات اسمها دامبرز بتقلل الاهتزازات دي وتحافظ على استقرار الكابلات. وفي آخر العوازل اللي ماسكة الكابل هتلاحظ في حلقات معدن اسمها حلقات توزيع الجهد، ودي بتمنع الشرارة اللي بتعمل صوت زي 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 المعروف باسم الكورونا. معلومة بقى لطيفة كده، كل ما تشوف عدد العوازل دي على البرج أكتر اعرف إن الجهد اللي ماشي عليه أعلى بكتير. هل عمرك كنت تعرف إن الكهرباء اللي في بيتك بتوصل لك بالطريقة دي؟ قول لي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.